سلامات على الجميع وإن شاء الله تكونوا بخير. بهذا الفيديو رح نبدأ معكم سلسلة الوراثة في كتاب علم الأحياء للصف التاسع المنهاج السوري، ومعكم المدرس زين خليل، مدرس في منصة سلامات التعليمية. رح نتابع فيها كامل المنهاج ورح نقدم شرح لكافة الصفوف للي بيحب يتابع. وبنبدأ بالدرس الأول من وحدة الوراثة واللي هو الصبغيات كتاب الحياة. قبل ما نبدأ أنا بدي أسأل سؤال خلونا كلنا نفكر فيه. ليش لون الجلد عند بعض الأشخاص أسمر؟ فسر فسر لون الجلد عند بعض الأشخاص أسمر. أكيد البعض رح يجاوبني ومن خلال عنوان الوحدة إنه وراثة يا أستاذ. أكيد هذا الشخص والده أو والدته سمر وهو ورث اللون الأسمر عنه، ووالده ورث هاي الصفة عن جده، وهكذا انتقلت صفة اللون الأسمر بالعائلة، وهذا الشخص ورث صفة اللون الجلد الأسمر. برافو عليك، جواب مقنع إلى حد ما. بس كمان البعض منكم وخاصة اللي دارس درس جلد منيح ومتذكر رح يجاوبني إنه الخلايا الميلانينية الموجودة في الجلد تنتج صباغ الميلانين اللي هو صباغ اللون الأسمر، هو العامل الأهم في تحديد لونه، ويزداد اللون الأسمر كلما زادت نسبة الميلانين في الجلد. رح نقدم شرح صغير عن هاي الفكرة. نحن بنعرف انه الجلد مثله مثل بقية الاعضاء بالجسم، اي جزء من الجسم سواء الجلد، العضلات، العظم، القلب، البنكرياس، المعدة، مكون من خلايا. اي جزء من الجسم مكون من خلايا، بس هاي الخلايا صغيرة كتير، انا ماني قادر اشوفها بالعين المجردة، لا انا بحاجة مجهر لحتى فيني اشوفها لهي الخلايا لانها صغيرة كتير. نحن هون رح نعمل رسم صغير عن الخلية مشان يوضح لنا الفكرة. وهاد هو شكل الخلية. هاد الجزء من الخلية منسميه نواة، وهاد الغلاف المحاط بالنواة منسميه غلاف نووي لأنه الغلاف الخاص بالنواة. طيب تمام. وهدون العضيات الصغيرة هدون عضيات خاصة بالخلية مسؤولة عن عملها، يعني هي العضيات بتقوم بوظائف الخلية. على سبيل المثال الخلية الميلانينية عندها عضيات خاصة بإنتاج الميلانين، فهي العضيات بتساعد الخلية أو بتساهم مع الخلية بالقيام بوظائفها. وهذا الفراغ اللي عم تسبح فيه هي العضيات والنواة منسميه الهيولا. والغشاء المحاط بالخلية منسميه الغشاء الخلوي. إذا نحن عم نحكي عن الجلد، هاي الخلايا بتجتمع مع بعضها بتصطف هاي الخلايا لحتى تشكل الجلد. ومن بين هاي الخلايا اللي بالجلد في عندي خلايا خاصة اسمها الخلايا الميلانينية، تنتج الميلانين اللي هو عبارة عن صباغ أو صبغة اللون الأسمر. كل ما زادت كميته رح يزداد الشخص سمارا. الشخص الأبيض عنده بجلده كمية قليلة من هذا الصباغ، والخلايا الميلانينية اللي بجلده تنتج كمية قليلة. أما الشخص الأسمر عنده كمية كبيرة من هذا الصباغ، والخلايا الميلانينية اللي موجودة بجلد هذا الشخص تنتج كمية كبيرة من صباغ الميلانين. فسر لون الجلد عند بعض الأشخاص أسمر. إذا جاوبنا المتعلق بالخلايا الميلانينية جواب ممتاز، بس السؤال اللي رح يخطر لنا هلا إنه طيب ليش هاي الخلايا عطت ميلانين بكمية أكبر من الشخص الأبيض، وعطت ميلانين أكبر عند والده للشخص الأسمر وعند جده؟ شو الشيء اللي خلى هاي الخلايا تعطي ميلانين أكبر عند هذا الشخص بالتحديد وعند أبوه وعند جده؟ أكيد هاي الخلايا في شيء عم يوجهها ويبرمجها، أكيد في توجيهات وتعليمات عم تتبعها، وهي التعليمات عم تنتقل بالوراثي، لهيك منسميها المادة الوراثية. هاي المادة الوراثية موجودة تحديدا بنواة الخلية، لهيك النواة هي مركز التحكم بالخلية لأنه عندها هاي التعليمات اللي بتنظم وبتوجه كل أنشطة الخلية. يعني المادة الوراثية مثل ما حكينا هي تعليمات وأوامر بس مكتوبة بلغة خاصة بالخلية، يعني مثل ما الكلمات اللي نحن بنحكيها مؤلفة من أحرف، هي اللغة أحرفها هي الحموض النووية أو ال DNA. تعليمات مكتوبة بلغة خاصة الخلية وحدها قادرة تقرأها بأحرف، هي الأحرف أحرف هي اللغة هي ال DNA. هي الأحرف اللي هي ال DNA بتتسلسل ورا بعضها لحتى تكتب هي التعليمات، وهذا التسلسل على شكل خيوط ملتفة. هون مثلا عندي أنا هون عبارة عن DNA بعده DNA بهذا الشكل لحتى يكتب تعليمة أو أمر لازم تنفذه هي الخلية. منسمي التعليمة أو الأمر المورثة.
وعلى هي الخيوط الملتفة بتنكتب كل المورثات، أو مثل ما حكينا المورثة هي التعليمة أو التوجيه أو الأوامر اللي لازم تنفذها الخلية. تنكتب كل التعليمات اللي لازم تتبعها الخلية لحتى تقوم بوظائفها. على سبيل المثال هذا الجزء بتقرأه الخلية: أنتج كمية أكبر من الميلانين. جزء ثاني قد يكون مسؤول عن صفة اللون، الشعر الأسود. جزء ثالث مسؤول عن صفة لون العيون. جزء رابع ممكن يكون مورثة مسؤولة عن صفة الطول. ضمن المادة الوراثية مكتوب كل التعليمات لحتى هي الخلايا بجسم الإنسان تشتغل شغلها وتعطيه للإنسان شكله والقيام بوظائفه الحيوية، وهي مثل ما حكينا موجودة ضمن نواة الخلية تحديدا. لسه ما خلصت القصة هون، لكن قال خيوط الدي ان اي هي خيوط طويلة كتير، في كمية كبيرة من التعليمات والأوامر اللي لازم تنفذها أي خلية، فهي الخيوط طويلة كتير. بتتجمع هاي الخيوط وبتلتف مع بعضها وبتتكتل مع بعضها ضمن بنى منسميها الصبغيات. الصبغيات هذه البنى بهذا الشكل. وين موجودة؟ أكيد بالنواة اللي هي مركز الخلية. طبعا هذا الكلام بينطبق على كل الكائنات الحية، إنسان، حيوان، نبات، فطريات، جراثيم. وطبعا هي الصبغيات لها عدد محدد عند الإنسان، يعني كل خلية من خلايا الإنسان في ضمن نواها 46 صبغي. لكن هذا العدد بيختلف من نوع لتاني، يعني مثلا مثل ما حكينا عند الإنسان 46 صبغة، عند الغراب 80 صبغة في النواة الخلايا لخلايا الغراب. عند خلايا البصل يوجد ضمن النواة 16 صبغة في نواها. مثال رابع: خلايا دودة الإسكاريس عندها صبغيين في نواها. عدد الصبغيات بيختلف حسب نوع الكائن الحي، وعدد الصبغيات عند كل نوع بنسميه العدد الصبغي. يعني العدد الصبغي عند الإنسان هو 46. ليش؟ لأنه عنده عدد الصبغيات في نوايا خلاياه 46. العدد الصبغي عند الغراب مثل ما حكينا عدد الصبغيات عند الغراب 80، وبالتالي العدد الصبغي للغراب هو 80، وهكذا. أكيد هلا حدا رح يسألنا طالما هي عبارة عن تجمع خيوط دي ان ا، ليش؟ شو السبب انه سميناها صبغية؟ قال هاي الصبغيات اكتشفوها من خلال المجاهر لما أضافوا صبغة محددة فاصطبغت هاي الأجزاء بشدة كبيرة نسبة لبقية مكونات الخلية، لهيك سموها الصبغيات. طيب خلونا نعمل ملخص سريع. خلية، هذا الجزء من الخلية هو نواة الخلية. داخل نواة الخلية يوجد الصبغيات. أنا حطيت هون 4 صبغيات، بس مثل ما حكينا عند الإنسان يوجد 46 صبغة. وهون عنا الصبغيات. إذا منقرب على الصبغيات منلاحظ إنها مؤلفة من خيوط ملتفة. خيوط ملتفة هي خيوط الدي ان ا. كل جزء من خيوط الدي ان ا هو عبارة عن مورثة، يعني هي عبارة عن أمر أو تعليمة لازم تنفذه الخلية قادرة تقرأ هي المورثات وتنفذ هي الأوامر. هي كملخص سريع للي أخذنا لحد هلا. والصبغيات بمجموعها وبما تحتويه هي المادة الوراثية. طيب عرفنا انه لكل الخلايا سواء خلايا الانسان او الحيوانات او النباتات مادة وراثية، هي تعليمات وتوجيهات خاصة بهي الخلية مكتوبة بلغة الدي ان ا. الخلية قادرة تقرأ هي اللغة والمادة الوراثية موجودة ضمن النواة. طيب شو رأيك إذا خبرتك إنه الجراثيم ما عندها نواة أصلا، بس أكيد عندها مادة وراثية؟ هذا شيء مفروغ منه. أي خلية كائن حي عندها مادة وراثية، بس مو بالضرورة يكون عندها نواة. ومن هذا الكلام بنفهم إنه أنا عندي نوعين للخلايا: خلايا دون نواة منسميها بدائيات النواة، بدائيات النواة. وخلايا مع نواة منسميها حقيقيات النواة، حقيقيات النواة. رح نعمل مقارنة صغيرة بين بدائيات النواة وحقيقيات النواة، ورح نرسم شكل مبسط لحقيقيات النواة لخلية حقيقية النواة وخلية بدائية النواة. وهذا شكل خلية حقيقيات النواة اللي درسناه قبل شوي. وهذا الجزء مثل ما حكينا منسميه النواة، ويحتوي داخله على الصبغيات. طبعا عدد الصبغيات يختلف من كائن إلى آخر.
أنا رح أرسم هون فقط 4 صبغيات. وبالنسبة لحقيقيات النواة مثالها هي خلايا الإنسان، في عندها 46 صبغة وكلها موجودة داخل النواة. الغراب عنده 80 صبغة وكلها موجودة داخل النواة. البصل 16 صبغة وكلها موجودة داخل النواة. دودة الإسكاريس عندها صبغيين وموجودين داخل النواة. يعني أمثلة حقيقيات النواة: الإنسان، الحيوان، النباتات، الفطريات، كلها عبارة عن حقيقيات النواة. وميزتها أنه المادة الوراثية موجودة ضمن النواة المحاطة بغلاف نووي. منسمي الغلاف المحيط بالنواة الغلاف النووي. طيب تمام. أما بالنسبة لبدائيات النواة فحكينا أنه مثالها هو الجراثيم. وين موجودة صبغيات الجراثيم؟ أو وين موجودة المادة الوراثية؟ بداية هي الخلية ما عندها نواة، يعني المادة الوراثية موجودة بالهيولة من دون غلاف نووي محيط فيها. والمادة الوراثية عند الجراثيم عبارة عن صبغة واحد فقط، وهذا الصبغة إله شكل حلقة. إله شكل حلقة، يعني خيط DNA وحيد له شكل حلقي. وفي بعض الحالات قد تحوي خلايا الجراثيم على صبغة آخر منسميه أو مادة وراثية إضافية، يعني قد تكون موجودة وقد لا تكون موجودة، منسميها بلاسميد الإخصاب. بلاسميد الإخصاب. شو الفرق بين المادة الوراثية أو الصبغة الحلقة الوحيدة عند الخلية الجرثومية وبلاسميد الإخصاب؟ اثنيناتهم مادة وراثية، اثنيناتهم DNA، لكن الفرق أنه هاد أساسي أما هاد إضافي، قد يكون موجود وقد لا يكون موجود. ومن خلال وجود بلاسميد الإخصاب يعني أنا عندي DNA إضافي، يعني تعليمات إضافية، يعني وظائف جديدة للخلية بيكسبها إياه بلاسميد الإخصاب. وميزة تانية لبلاسميد الإخصاب غير إنه بيعطي الخلية الجرثومية وظائف جديدة، إنه ممكن تنسخه هاي الخلية وتعطيه لخلايا جرثومية تانية. طيب خلونا نعمل ملخص سريع من جديد لبدائيات النواة وحقيقيات النواة. حقيقيات النواة مثل ما حكينا: المادة الوراثية موجودة داخل النواة على شكل صبغيات يختلف عددها حسب النوع، ومثالها الإنسان، الحيوان، النباتات، الفطريات. أما بدائيات النواة فالمادة الوراثية هي عبارة عن صبغة حلقي وحيد موجود في الهيولة، يسبح في الهيولة حرا داخل النواة. وقد تتواجد مادة وراثية إضافية اسمها بلاسميد الإخصاب، ومثالها هي الجراثيم. طيب تمام. هلا بدي من الكل نجيب كتاب العلوم ونفتح على الدرس، وبدنا نحدد الأسئلة اللي ممكن تجينا من هذا الدرس ونعبي الفراغات الموجودة ضمن الدرس ونجاوب على أسئلة الدرس. طيب بالنسبة لهي الصفحة ما الصبغيات؟ هون عندنا سؤال كتير مهم: علل. تعد نواة الخلية الحية مركزا للتحكم؟ طبعا الإجابة كامل الفقرة. أو ممكن يجينا علل كمان تقوم بتوجيه جميع الأنشطة الحيوية في الخلية، والجواب كامل الفقرة. بالنسبة للصبغيات ممكن يسألنا ما المقصود بالصبغيات؟ طبعا الإجابة هي مادة وراثية على شكل خيوط ملتفة من DNA المتجمعة. طبعا السؤال ما المقصود مو كتير وارد، لكن ممكن يجينا، اكتب المصطلح العلمي، ممكن يجينا على شكل اختر الإجابة. طيب علل. سميت الصبغيات بهذا الاسم لأنها قابلة للتلون للتصبغ الشديد. طيب تمام. متى تشاهد الصبغيات بشكل واضح؟ في أثناء الانقسام الخلوي. طبعا بالنسبة هي الفكرة رح نأجلها للدرس الجاي مشان فينا نشرحها، لحتى نفهم أول شي شو هو الانقسام الخلوي، بعدين نفهم ليش منشوفها بشكل أوضح للصبغيات في أثناء الانقسام الخلوي. العدد الصبغي، ما المقصود بالعدد الصبغي؟ أو ممكن يجينا على شكل اختر الإجابة. طبعا الإجابة عدد الصبغيات في النوع الواحد. مما تتألف المادة الوراثية في معظم الكائنات الحية من الحموض النووية DNA. بالنسبة
حقيقيات النواة وبدائيات النواة، فكتير وارد يجينا سؤال مقارنة على الشكل التالي: قارن بين حقيقيات النواة وبدائيات النواة من حيث موقع المادة الوراثية. اذكر مثال عدد الصبغيات فيه. ولحتى نجاوب على سؤال المقارنة دائما لازم نجاوب بجدول: بدائيات النواة، حقيقيات النواة. وجه المقارنة: موقع المادة الوراثية. بالنسبة لبدائيات النواة، فيه هيول الخلية غير محاطة بغلاف نووي. بالنسبة لحقيقيات النواة، ضمن النواة المحاطة بغلاف نووي. مثال زائد عدد الصبغيات فيه. مثال بدائيات النواة هو الجراثيم. تحتوي خلايا بدائيات النواة مثل الخلايا الجراثيم على صبغي حلقي واحد مكون من خيط مضاعف من ال DNA، كما تحتوي بعض الجراثيم على DNA حلقي يدعى بلاسميد الإخصاب. أما بالنسبة لحقيقيات النواة، الأمثلة على حقيقيات النواة خلايا الإنسان، الحيوان، النبات، الفطريات. تحتوي نواة خلاياها على عدد من الصبغيات. ومن هالأمثلة هي: الإنسان عنده 46 صبغة، الغراب 80، البصل 16، دودة الإسكاريس 2. وهذا الجدول هو عبارة عن مقارنة كمان بين خلايا بدائيات النواة وخلايا حقيقيات النواة. فهي الخلية تعبر عن خلية بدائية النواة، وهذا القسم خلية حقيقية النواة. بالنسبة لعدد الصبغيات، صبغي واحد. وحكينا انه البلاسميد هو عبارة عن صبغة اضافي قد يكون موجود وقد لا يكون. عدد الصبغيات في نواة خلايا الانسان 46 صبغة. وجود غلاف نووي: لا يوجد غلاف نووي، يوجد غلاف نووي. طبعا في سؤال كتير مهم بدي اضيفه لفكرة او لفقرة خلايا بدائيات النواة وخلايا حقيقيات النواة. هون ممكن ننسأل انه تعد الجراثيم من بدائيات النواة؟ والجواب: لأن المادة الوراثية توجد في هيول الخلية غير محاطة بغلاف نووي. وهون ممكن يتكرر نفس السؤال ولكن عن الإنسان أو النبات أو الحيوان أو الفطريات. يعد من حقيقيات النواة. والجواب: لأن المادة الوراثية توجد ضمن النواة المحاطة بغلاف نووي. بالنسبة للمورثة ممكن يسألني ما المقصود، ممكن يسألني الموقع قطعة من إحدى سلسلتي ال DNA، الوظيفة أو الأهمية، والإجابة ترمز لتركيب بروتين معين. طبعا هون ممكن البعض يستفسر كيف يعني بروتين معين. رح ارجع على المثال اللي بدأنا فيه الدرس واللي هو إنتاج الميلانين، ورح قل لك إنه هذا الميلانين هو نفسه بروتين، فمن خلال هذا البروتين أدت هي المورثة عملها وظهرت الصفة. ومثل ما تايل تحتوي نواة الخلية على مورثات جينات مسؤولة عن تحديد صفات الكائن الحي، حيث تشرف المورثات على تركيب بروتينات نوعية تعطي صفات الكائن الحي. ولهيك تعد البروتينات من الوحدات الأساسية في بناء خلايا الكائنات الحية. التقويم النهائي: أولا، اكتب المصطلح المناسب لكل من العبارات الآتية: كائنات حية دقيقة توجد مادتها الوراثية في هيول الخلية غير محاطة بغلاف نووي، أكيد بدائيات النواة. كائنات حية تحوي المادة الوراثية ضمن نواة خلاياها محاطة بغلاف نووي، حقيقيات النواة. جيم: خيوط دقيقة قابلة للتلون الشديد توجد في نواة الخلية الحية، يختلف عددها من كائن حي لآخر، الصبغيات. وهون كمان ما ننسى أنه ممكن ننسأل عن موقع الصبغيات توجد في نواة الخلية الحية. طيب، أضع المسميات المناسبة على الشكل. بنبدأ بهذا الشكل المكبر واللي هو عبارة عن شكل للخلية.
كبر لي على الجزء اللي هو النواة. ضمن النواة أعطى شكل الصبغيات، يعني هذا هو عبارة عن صبغي. ضمن الصبغي يوجد خيوط ملتفة هي الدي ان اي، وكل جزء من الدي ان اي هو عبارة عن مورثة، وحكينا انه المورثة هي تعليمة او امر للخلية. ثالثا، اعطي تفسيرا علميا لكل مما يلي. تسمية الصبغيات بهذا الاسم لأنها قابلة للتلون الشديد. باء، تحدد مورثات نواة الخلية صفات الكائن الحي لأنها تشرف على تركيب بروتينات نوعية تعطي صفات الكائن الحي. جيم، تعد الفطريات من حقيقيات النواة لأن نواة خلاياها محاطة بغلاف نووي. أو ممكن نجاوب مثل ما حكينا، لأن المادة الوراثية توجد ضمن النواة المحاطة بغلاف نووي. وهيك بيكون نهاية درسنا، إن شاء الله تكونوا استفدتوا منه، وبتمنى إذا في أي أسئلة، تعليقات، نقد سواء كان إيجابي أو سلبي بتمنى تكتبوا لنا إياه تحت بالتعليقات. وإن شاء الله رح نتابع معكم بالفيديوهات الجاية بسلسلة الوراثة لحتى نخلص كامل قسم الوراثة. وموفقين كتير، وسلام على الجميع.